يا جماعة الخير، سورة العاديات دي مش مجرد سورة بنقرأها وبس. دي عاملة زي مشهد أكشن في فيلم متصور بأعلى تقنية سينمائية. بس المفاجأة الكبرى هنا، إزاي خيل المعارك اللي بتجري في عز الضرب بتكشف لنا حقيقة نفسنا وبتواجهنا بأكبر تقصير لينا مع ربنا. تعالوا ندخل مع بعض في رحلة ممتعة من غبار المعركة لنور الحقيقة. سورة العاديات بتبدأ بأسرع مشهد سينمائي في القرآن. قسم رباني مبهر بيوصف تفاصيل غارة عسكرية سريعة جدا. الصوت أنفاس خيل عالية ونهجان. الشرار حوافر بتضرب الصخر بكل قوة. التوقيت الهجوم وقت الفجر. والنتيجة غبار مالي المكان كله واختراق سريع لقلب العدو. في أول مشهد الكاميرا بتقرب جدا من الخيل وهي بتجري بأقصى سرعة في الغزوة. والعاديات ضبحاً. يعني إيه ضبحاً؟ نورو ساينس AI بيوضح إن الضبح هو الصوت العالي والمميز اللي بيخرج من صدر الخيل وهي بتنهج من كتر الجري وبذل المجهود. تخيل معايا صوت الحصان وهو بيبذل أقصى طاقة عنده عشان يرضي الفارس بتاعه. الخيل ما بتتكلمش، بس صوت أنفاسها في سبيل الله بيشهد على إخلاصها. السرعة بتزيد أكتر والخيل بتدوس بقوة على الصخر الأصم. فالموريات قدحا. العرب زمان كانوا بيركبوا حديد في حوافر الخيل، ولما الحصان يضرب برجله الصخر بكل قوته بينقدح منه شرار ونار من قوة الخبطة. الموريات يعني المشعلات. تخيل المشهد في عز الضلمة قبل الفجر، شرار النار عمال ينور تحت رجلين الخيل من قوة اندفاعها. ودلوقتي جت لحظة الهجوم الحاسم. فالمغيرات صبحة. المغيرات جاية من الغارة، يعني الهجوم المباغت، وربنا حدد التوقيت بالصبح بالذات. ليه الفجر؟ نور ساينس بيقول إن العرب كانوا بيفضلوا يهجموا وقت الفجر لأن العدو بيكون نايم ومش مستعد، فالهجوم بيكون مباغت وصادم وبيربك كل الحسابات ويسيبهم في قمة الرعب والذهول. من شدة الجري والسرعة الخيل بتهي الأرض وبتثير النقع، والنقع هو الغبار الكثيف اللي بيطير في كل حتة ويغطي المكان كله. ورغم التراب والضلمة والخطر الخيل ما بتخافش، بتخترق الغبار ده كله وبتدخل بالفارس بتاعها في وسط جيش العدو. فوسطنا به جمعا. بتقتحم الخطر بدون تردد. إخلاص تام من الحصان لسيده، بيدخل وسط الموت عشانه. هنا بقى الصورة بتعمل نقلة سينمائية مفاجأة ونقطة تحول بتوجع القلب. القسم العظيم ده كله بالخيل عشان يقارن بين الحصان مع صاحبه وبين الإنسان مع ربه. شوفوا المقارنة، الحصان بيقتحم الموت ويدخل وسط العدو عشان صاحبه، والإنسان بيبخل بشوية وقت أو مال لربه. الحصان بيشكر صاحبه على شوية أكل بالولاء التام، والإنسان بينسى نعم ربنا الكثيرة ويركز في النواقص. الحصان بيبذل أقصى طاقته في الجري، والإنسان مقصر وكسلان في العبادات. الحصان أوفى لسيده من الإنسان لربه. بعد مشهد الخيل الوفية بتنزل الآية دي زي الصاعقة عشان تكشف حقيقة الإنسان. إن الإنسان لربه لكنود. يعني إيه كنود؟ نور ساينس AI بيفسرها. الكنود هو البخيل، الجاحد، الممسك. ربنا بيديله الصحة والفلوس والأمان، ولما يطلب منه حق ربنا في العبادة أو الزكاة يبخل ويكسر، ودايما يشتكي ويعد المصايب وينسى النعم الكثيرة اللي هو غرقان فيها. والأصعب من كده، وإنه على ذلك لشهيد. وليها تفسيرين وكلاهما صحيح. الأول، إن الإنسان شاهد على نفسه. لو سألت نفسك بصدق دلوقتي، إزاي صلاتك؟ إزاي برك بوالديك؟ إزاي قراءتك للقرآن؟ هتقول فوراً والله أنا مقصر. أنت من جواك عارف حقيقتك وشاهد على تقصيرك. والتفسير الثاني، إن الله جل وعلا هو الشهيد المطلع عليك، شايفك وعالم بكل تقصير أو جحود بتعمله. طب إيه أصل المشكلة؟ ليه الإنسان كنود ومقصر في حق ربنا؟ الإجابة هنا في كلمة واحدة: وإنه لحب الخير لشديد. والخير هنا مش معناه العمل الصالح. الخير هنا في لغة العرب معناه المال والفلوس. الإنسان جواه حب شرس شديد وقوي لجمع الفلوس والطلب عليها. الحب الزايد للدنيا والمال
هو اللي بيخليه يأثر في طاعة ربنا وينسى إنه ماشي وسايبها. بعد ما الصورة كشفت حقيقة الإنسان، ربنا بيصحيه ويفوقه بنداء يهز القلوب: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ هو الإنسان ده ناسي إنه في يوم حساب ونفخ في الصور؟ الأرض هتنطق وتنشق، والموتى هيخرجوا عشان يشوفوا نتائج أعمالهم. يا إنسان، الفلوس اللي انت ميت عليها هتنفعك بإيه وقتها؟ مش هتاخد معاك إلا عملك وبس. يوم القيامة مش بس الأعمال الظاهرة اللي هتتحاسب عليها، وحصل ما في الصدور، كل اللي كنت مخبيه في قلبك من نوايا حسد، رياء أو إخلاص وحب ربنا هيتكشف ويبان للكل. مفيش أسرار بعد النهاردة، وربنا سبحانه وتعالى خبير بيهم ومطلع على كل التفاصيل. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الكلمة دي بتديك رهبة وتخليك لازم تطهر قلبك وتستعد للقاء ده. لو بصينا على القصة الكاملة من غبار الدنيا لنور الآخرة، في البداية الخيل بتثير النقع أو الغبار اللي بيعمي العيون ويخفي الرؤية، وده رمز لزحمة الدنيا وانشغالنا بالفلوس اللي بيعمينا عن الحقيقة. وفي النهاية حصل ما في الصدور، النوايا بتتفرز وتتكشف بوضوح تام، وده رمز للآخرة وكشف كل الحقائق. رسالة الصورة واضحة: ما تخليش غبار الدنيا يعمي قلبك عن حقيقة لقاء ربنا. نطلع بإيه بقى من الصورة العظيمة دي عشان نطبقه في حياتنا؟ أولاً، اتعلم الوفاء من الخيل. إذا كان الحصان بيوفي للي بيأكله وبيدخل بيه المعركة، أنت أولى إنك تكون وفي وشاكر لخالقك اللي اداك كل حاجة. ثانياً، حاسب نفسك قبل ما تتحاسب، بلاش تكابر وابدأ صلح من دلوقتي. ثالثاً، طهر قلبك ونيتك ونظف قلبك من الرياء، وخلي الفلوس في إيدك وسيلة مش غاية في قلبك. طلع زكاتك ولا تبخل. القرآن مليان إعجاز، ولما بنفهمه ونقرب منه باللغة اللي تلمس قلوبنا، حياتنا بتتغير تماماً. يا رب يكون العرض ده نور بصيرنا وفهمنا عظمة صورة العاديات. لو الكلام ده لمس قلبك وعقلك، ما توقفش الخير عندك، وشارك الفيديو مع حبايبك عشان تاخد ثواب نشر العلم. وما تنساش تعمل إعجاب واشتراك عشان تتابع صفحة وقناة نور ساينس AI. أشوفكم على خير.